أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع ممكن ما يكونش واخد حقه قوي لكنه دقيق ومهم. إزاي خبير العطور بيقيم الروائح؟ أهلا بيك. هو فعلا عالم تاني خالص. المصادر اللي معانا النهاردة بتدخل في تفاصيل العملية دي، التكنيكات اللي بيستخدموها واللي بتخليهم يميزوا حاجات إحنا ممكن تعدي علينا عادي. مستعدين للغوص في فن الشم ده؟ أكيد. وزي ما قلت الموضوع مش مجرد إن حد مناخيره حساسة وخلاص. لا، دي عملية منظمة جدا وليها قواعد، وبتبدأ من أهم حاجة يمكن البيع اللي بيشم فيها. فعلا. مش كفاية مكان هادي وخلاص. أنا كنت فاكر أهم حاجة الهدوء بس عشان التركيز. لا بص، الهدوء مهم طبعا ومحدش يقدر ينكر ده، بس لوحده مش كفاية خالص. يعني خبراء كبار زي بول جيليناك وأدموند رودينيتسكا كانوا دايما يركزوا على نقطة إن المكان لازم يكون مخصص للشم. مخصص إزاي يعني؟ يعني يكون مكان أولاً تهويته كويسة جداً، درجة حرارته ورطوبته معتدلة وثابتة قدر الإمكان، والأهم بقى إنه يكون خالي تماماً من أي روايح تانية ممكن تشوش على الريحة اللي بتقيمها. أي روايح حتى لو بسيطة؟ حتى لو ريحة تراب خفيف أو عفن بسيط، أي حاجة. رودنيتسكا ده كان كمان بيفضل العزلة التامة عشان يوصل لأعلى درجات التركيز. منطقي. بس عندي سؤال، لو حد شغال في معمل عطارة طول اليوم، مش ممكن يتعود على ريحة المكان الأساسية دي وما ياخدش باله منها؟ زي ما بنتعود على ريحة بيتنا؟ بالظبط، دي نقطة ممتازة واسمها التكيف طويل الأمد. مناخير صانع العطور مع الوقت بتبدأ تتجاهل الروايح الثابتة اللي حواليه في بيئة شغله. زي الفلتر كده. تماماً. لكن لو أي حد غريب دخل المكان هيشمها فوراً. عشان كده في أماكن كتير بيستخدموا فلاتر هواء مخصوصة عشان يضمنوا نقاء الجو قدر الإمكان ومفيش حاجة تأثر على التقييم الدقيق. طب إيه حكاية إن كباين الشم المعقمة دي مش محبوبة قوي عند بتوع العطور نفسهم، مع إنها تبان حل مثالي للمشكلة دي؟ هي تبان مثالية نظرياً بس المشكلة إنها بتخلق جو معقم زيادة عن اللزوم، يعني ممكن يحسس صانع العطور بالتوتر وهو بيحاول يبدع أو يحلل تركيبة معقدة. غريبة دي. هي مفيدة أكتر في حاجات تانية زي مثلا تقييم منتجات خلاص خلصت، زي مثلا معطر جو هينزل السوق، أو مثلا يقيموا ريحة الهدوم بعد ما اتغسلت بمنظف معين. لكن في الشغل نفسه، في قلب عملية التصميم، البيئة العملية والمريحة أهم من التعقيم الزايد ده. تمام، وصلت. طيب، جهزنا البيئة المثالية اهي، ازاي بقى بيتعاملوا مع العينات نفسها؟ عشان حاسة الشم ما تتعبش بسرعة، بيخففوا الحاجات دي؟ بصي، نظرياً إنك تخفف المادة الخام دي فكرة كويسة، خصوصاً لو المادة قوية جداً، عشان تتجنب إرهاق الحاسة بسرعة اللي بنسميه olfactory fatigue. بس بس عملياً الموضوع مش سهل. إنك تلاقي المذيب المناسب اللي تخفف بيه دي قصة تانية. أي مذيب ممكن يأثر على طبيعة الريحة الأصلية، يغير في سرعة تطيرها، أو حتى يضيف هو نفسه نقطة بسيطة. ممكن يبوظ التقييم أصلا. بالظبط. عشان كده الأغلبية العظمى من صانعي العطور، يعني الممارسة الشائعة، هي إنهم بيشموا المواد الخام والتركيبات زي ما هي مركزة من غير تخفيف. ازاي طيب بيقدروا يعملوا كده من غير ما زي ما بنقول مناخيرهم تقفل؟ السر في الطريقة اللي بيشموا بيها، مش مجرد شم وخلاص. بيغطسوا طرف ورقة النشاف اللي هي البلوتر دي حتة صغيرة قوي في المادة، وبعدين يشوفوها. يشوفوها؟ قصدي يشموها طبعا. يشموها لفترة قصيرة جدا، ثواني معدودة، بس بتركيز عالي قوي. المصدر كان بيوصفه تركيز مقاتل الكاراتيه. تشبيه قوي. هو فعلا كده، لأن الشم اللي هو السريع العابر ده من غير تركيز ممكن يضيع تفاصيل مهمة جدا في الريحة ويخلي الحكم مش دقيق أبدا. وطبعا في تحذيرات لازم ياخدوا بالهم منها. زي ايه التحذيرات دي؟ أهم حاجة عمرهم ما يشموا العطر أو المادة الخام مباشرة من الإزازة، ده بيعمل زي صدمة للحاسة وممكن يضعفها لفترة. منطقي. وكمان المواد اللي بتكون على شكل بلورات زي مثلا الفانيلين أو المسك الصناعي بيتجنبوا تماما إنهم يشموها مباشرة. يشموها. بالظبط، يشموها، لأن سطح البلورات ده ممكن يكون عليه شوائب أو أكسدة تغير الريحة الحقيقية. ده غير طبعا خطر إن الواحد يستنشق جزيئات صغيرة منها بالغلط. فهمت. طيب، ورق النشاف نفسه ده البلوترز، هل ليه مواصفات معينة ولا أي ورقة وخلاص؟ لا طبعا مش أي ورقة. الورق ده أداة شغل أساسية، بيكون ليه طول معين، يعني في الغالب بيكون حوالي 13 ل 15 سنتي. الأهم إنه يكون ورق سميك شوية ومش مصقول. ليه مش مسكول؟
عشان يقدر يمتص العطر كويس ويحتفظ بيه لفترة، وفي نفس الوقت ما يكونش ليه هو نفسه ريحة أو يغير في ريحة العطر. وكان في آراء مختلفة بين الخبراء في شكله المثالي. إزاي يعني؟ يعني مثلا رودنيتسكا كان بيفضلوا أعرض شوية ويتنيه بالطول كده عشان يفضل ناشف أكتر ويقدر يدخله في فتحات الإزاز الضيقة. جيليناك بقى كان ليه رأي تاني، اللي هو كان بيقول الورق الرفيع أحسن لتحليل المكونات اللي بتطير بسرعة، يعني النوتات العليا، والورق الأسمك ده نخليه عشان نعرض بيه العطر النهائي للعميل، لأنه بيحتفظ بالتركيبة كلها بكل مراحلها لفترة أطول. المهم يعني إن الورق ده مش مجرد قطعة ورق وخلاص، دي أداة قياس دقيقة. تمام قوي. وصلنا بقى لعملية الشم نفسها. المصادر بتقول إنها زي سباق مع الزمن. ليه؟ بالظبط، لأن حاسة الشم بتاعتنا بتتأقلم أو بتتكيف بسرعة رهيبة. الظاهرة دي اسمها olfactory adaptation. الانطباع الأول اللي بتاخده عن الريحة هو غالباً بيكون الأهم والأصدق. يعني لازم الواحد يلقطها على طول؟ تماماً، عشان كده الموضوع محتاج تركيز ذهني عالي جداً، هدوء واسترخاء تام، لدرجة إن كتير منهم بيغمضوا عينيهم وهم بيشموا ليه بيغمضوا عينيهم؟ عشان يتجنبوا أي تشتيت بصري، أي حاجة ممكن تشتت انتباههم عن الريحة نفسها. عايزين يركزوا كل حواسهم في الأنف بس. سمعت عن تقنية لجيليناك شبه لعبة الأسئلة عشان يعرف الريحة. دي حقيقية؟ أيوة، الطريقة ظريفة وعملية جداً. بدل ما تقعد تحاول تخمن الريحة دي إيه بشكل عشوائي، لا، هو بيقترح تسأل نفسك أسئلة محددة إجابتها نعم أو لا. إزاي؟ مثال كده؟ يعني تمسك البلوتر وتشم وتسأل هل الريحة دي فيها نوتة زهرية؟ لو الإجابة نعم تسأل طب هل هي ياسمين؟ لا. طب ورد؟ لا. يمكن زنبق الوادي؟ ممكن، وهكذا. بتقعد تصفي الاحتمالات لحد ما تقرب أكتر من تحديد المكونات أو طبيعة الريحة. فكرة حلوة. طب ولو الواحد حس إنه خلاص مش قادر يميز أي حاجة، اللي هو عمل شم المؤقت ده، ساعتها ممكن يرجع يشم عينات مرجعية معروفة عنده، يعني مثلا يكون عنده إزازة فيها زيت ورد نقي، إزازة زيت ياسمين، خشب صندل، وهكذا. يشم حاجة منهم عشان زي ما تقول كده ينعنش الذاكرة الشمية بتاعته ويرجع يقدر يميز تاني. وفكرة تدوين الملاحظات فوراً دي إيه أهميتها الكبيرة كده؟ دي بقى يعني ممكن نقول حاسمة. الكتابة بتجبرك إنك تترجم الإحساس الشمي ده لكلمات. بتحول الإحساس لفكرة واضحة. بالظبط، وده بيعمق تركيزك وبيخليك تفكر في اللي انت شميته بشكل أوضح، وكمان بيثبت الانطباع ده في الذاكرة. الروايح اللي احنا عارفينها ومتعودين عليها ممكن نفتكرها بسهولة، لكن لما تكون بتقيم ريحة جديدة أو تركيبة معقدة أول مرة تشمها، لو ما دونتش انطباعك فوراً ممكن يتبخر من الذاكرة بسرعة جداً. تمام. طيب السؤال الأخير بقى، إزاي ممكن خبير عطور يكمل شغله لساعات من غير ما حاسة الشم عنده تهنج خالص؟ مفيش حل سحري غير الراحة، لازم ياخدوا فترات بريك منتظمة. رودنيتسكا مثلا كان بننصح بالخروج في الهواء الطلقة كل شوية. طب ولو المكان مقفول أو صعب يخرج؟ في حلول تانية، ممكن يعملوا أي نشاط بدني بسيط وسريع، يعني مثلا يجري على السلم وينزل، أي حاجة تنشط الدورة الدموية وتخلي الواحد يتنفس بعمق. ده بيساعد على تنظيف مجرى الأنف وإعادة تهيئة الحاسة للاستنشاق من جديد. واضح إن الموضوع ده فعلا زي ما قلنا في الأول فن وعلم مع بعض، مش مجرد موهبة وخلاص. دي عملية منظمة جدا، بتحتاج ظروف معينة وأدوات دقيقة وتقنيات وتركيز ذهني غير عادي. تماما، والدقة والتركيز دول مش بس مهمين في عالم العطور، هم بيورونا قد إيه الانتباه المركز والبيئة اللي حوالينا بيقدروا يشكلوا إدراكنا للعالم بشكل عام. القدرة على التركيز دي وفلترة المشتتات دي مهارة أساسية في مجالات كتير قوي غير العطور. وده بصراحة يخلي الواحد يفكر في نقطة أخيرة كده للتأمل. بما إن حاسة الشم بتاعتنا دي سهلة قوي إنها تتكيف أو تتعب أو تتأثر باللي حواليها بالسهولة دي، يا ترى في كام ريحة خفية حوالينا طول الوقت في بيئتنا وممكن تكون بتأثر على مزاجنا أو حتى على قراراتنا من غير ما ناخد بالنا منها خالص؟ سؤال حلو نفكر فيه.